بينما يتنافس العالم بأسره لإغراق الفتى الذهبي بالذهب والمليارات، أعلنت الجدة فاطمة عن مكافأة من نوع آخر، مكافأة لا تشترى بالمال بل تتدفق بحنان الديار ورائحة الأصالة. فبعد أن قاد لامين يامال إسبانيا لانتزاع كأس فيناليسيما التاريخية من أنياب الأرجنتين بهدف قاتل وخطف الأضواء كنجم ساحر في ليلة تاريخية، لم تكن الجدة فاطمة تفكر في بريق الألقاب ولا بأضواء الشهرة، بل كانت مشاعرها تطوف في مكان أكثر دفئا وإنسانية بقلب يفيض بالفخر. وجهت الجدة الشكر للجميع وقدمت وعدا لحفيدها فور عودته إلى برشلونة: طبق الرفيسة المغربية التقليدية، نعم، بلحم الدجاج والعدس وعبق الحلبة وتوابل رأس الحانوت الساحرة. فمهما تسلق يامال قمم المجد الكروي ومهما انحنت له الملاعب المونديالية، يظل في نظر الجدة فاطمة ذلك الفتى الصغير الذي لا يعلو شيء عنده فوق زادها الودود على المائدة المغربية الأصيلة.